السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم متابعينا الكرام؟ ربي يحفظكم وياكم. نبيل موسى وفقرة الاخبار السريعة. ضروري تكملون المقطع للاخير لان تفوتكم هواي احداث والله العظيم غريبة عجيبة. خلينا نشوف المقطع سوية انا وياكم. اول خبر ويانا: محافظة واسط تمنع دخول المواشي بسبب انتشار مرض الحمى النزيفية. أكثر من 100 حالة يقول. خبرنا اللي بعده: رئيس الأردني: استقرار العراق استقرار لمنطقتنا وأمننا جزء من أماننا القومي، من أمننا القومي. خبرنا اللي بعده: وزير الطاقة اللبناني: العراق وافق على زيادة هبة الوقود إلى لبنان من 1,000,000 طن إلى 1,500,000 طن. خبرنا اللي بعده: تورط أحد العراقيين بفضيحة في الأرجنتين بعد تحرشه جسديا بموظفة أثناء عملها في الفندق. لا إله إلا الله، صدق كذي بشيك. خبرنا اللي بعده: الولايات المتحدة تعرض مكافأة بقيمة 10 مليون دولار لمن يزودها بمعلومات تقودها لاعتقال هاكر روسي متهم بتشفير بيانات عدد من المؤسسات الأمريكية. مدمر هذا الروسي. خبرنا اللي بعده: بيع ساعة رولكس مقابل 3 مليون دولار بمزاد في سويسرا. الساعة صنعت عام 1958 من الستانلس ستيل وكانت مصممة لمقاومة المجال المغناطيسي. خبرنا اللي بعده: هروبا من محافظة ديالى إلى محافظة بغداد للتخفي عن أعين القوات الأمنية، لكن القوات الأمنية الأبطال وكالة الاستخبارات ومتابعة المطلوبين أثمرت في القبض عليه كونه مطلوب وفق المادة 4 إرهاب. وقد تبينت التحقيقات أن أحد أقاربه يعد من قيادات داعش المقتول ضمن العمليات الأمنية. خبرنا اللي بعده: من كربلاء المقدسة: القوات الأمنية تلقي القبض على مجموعة من تجار المخدرات الأجنبيين يتاجرون في المخدرات في كربلاء المقدسة. هذا المقطع اللي تشوفونه حاليا قدامكم. والله أبطال، عاش ايديكم. إنهم أجنبيين وتاجرون هنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني مو عراقيين يا جماعة. يا جماعة اللي رايكم بهذا المقطع اللي راح نشوفه؟ شخص عنده عظم الهدهد يفتح بيه القفل المقفول وكذلك يكسر الطاسة بيه ويقول أقدر أخذ الحاجة بالسعر اللي أريده من أي شخص، يعني أسد حلقة أخليه ما يحكي ولا كلمة. هاي شنو هاي؟ معقولة هيك هذا العظم الهدهد هيك يسوي؟ أنا عن نفسي قسما بالله ولا أثق بهاي السالفة نهائيا. يعني عظم هدهد يفتح قفل مسدود ويكسر الطاسة ويطوف بالماي ويسد حلق أي واحد ويخلي ما شد قل لك إيه؟ ها شنو هاي؟ خلينا نشوف هذا المقطع. اشوفك شلون يوم الحال. سيد هذا العظم مال الهدهد قبال عينك وهذا القفل انت اللي قفلت، تمام؟ جيب لنا الطاسه مال المي سيد. هاي الطاسه تفيدك؟ هذا عاش تفيدك. ما ادري. هذا المي. هذا المي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي العظمه مالتنا وباع بعينك سيد. دير بالك وجهك سيد. عليكم الله. شوفوا هذا الخبر، خبرنا من السعودية. في مبادرة إنسانية سعودي توفى ابنه فوهب الحياة أشخاص لست مرضى. في مبادرة إنسانية تبرع مواطن سعودي بأعضاء ابن المتوفي دماغيا لينقذ حياة 6 مرضى. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن شاب سعودي متوفي دماغيا أنقذ حياة 6 مواطنين وأنهى معاناتهم مع مرض القصور العضوي، وتبرع بالأعضاء الكاملة والوجه وهواي والكلى، ويعني تقريبا قالوا 7 أشخاص مو 6 همات، 7 أشخاص استفادوا من هذا الشخص اللي متوفي دماغيا. أبوه قرر أن يتبرع بأعضاء كاملة. اسمعوا يا جماعة، أول شيء تم زراعة بنكرياس مع كلية لشخص عمره 31 سنة عانى من جلسات الغسيل المتكررة، وكذلك زراعة كبد لمريض يبلغ من العمر 29 سنة، وكذلك واحد قصور كبدي هم كذلك تبرع عليه. قلت لكم 7 أشخاص تبرع لهم بأعضاء. يعني أبو الولد هذا اللي متوفي دماغيا قرر أن يتبرع بابنه وبأعضاء ابنه ل6 مرضى أو 7 مرضى بالسعودية. خبرنا بعد العثور على صندوق في داخل وزة محنطة عمرها أكثر من 3400 عام في مصر ملفوفة بالكتان.
عشان هاي عثروا عليها بالأقصر. دير بالكم يا جماعة، حالة وفاة لبنية بالسعودية بسبب حلاوة منتشرة بين الأطفال هاليومين على شكل بطيخة أو شكل عيون. مشكلتها تشبث بالحلق وتذوب زي الجلي وتسد مجرى التنفسي، ويقول الدكتور كذا حالة أتت للمستشفى من وراء هذه الحلاوة ومسدود عندهم مجرى التنفس. بعد ما أعرف هاي الصورة شوفوها قدامكم، جلي أبو عيون عليكم الله. شوفوا هالكارثة، لا إله إلا الله. رجال يشتغل على باب الله وراح يشتري قطعة أرض سعرها 8 مليون، رجال من أهالي الأنبار، وهذول المجرمين بالصورة استدرجوه للرجال وأخذوا المبلغ من عنده وكتلوه، وبعد 5 ساعات على الجريمة طبعا القوات الأمنية ألقت القبض عليهم. الله لا يوفقكم والله. خبرنا بعد دراسة أمريكية، معدلات وفيات الأمريكيين ذو البشرة السمراء أعلى من البشرة البيضاء، يعني اللي يموتون السود أكثر من البيض بأمريكا. إيطاليا تضبط 2700 كيلو غرام من الكوكايين بقيمة 880 مليون دولار كانت مخبأة داخل شحنة موز. شركة يابانية تبتكر آيس كريم خاص مصنوع من مكونات نادرة يبلغ سعرها أكثر من 6696 دولار. هاشن هاي. خبرنا بعد أول امرأة مسيحية تتولى مهام كاتب عدل في أربيل. خبرنا بعد أثناء تصوير فيلم سيد الخواتم كان يتم نقل الممثلين بطائرة هليكوبتر لموقع التصوير الواقع على قمة الجبل، لكن الأمر كان مختلفا مع الممثل شون باين الشهير بشخصية برومير، حيث كان يعاني من فوبيا المرتفعات، فكان ركوب الطائرة يمثل كابوسا مرعبا بالنسبة له، لذا كان يوميا أثناء التصوير يتسلق الجبل. اختار الصعود إلى قمة الجبل على قدميه لمدة 2 أو 3 ساعات باليوم، وحتى لا يركب الطائرة. يقول عندي فوبيا منعتها وأخاف كلش، كابوس مرعب بالنسبة لي. خبرنا بعد قوة أمنية تقتل تاجر مخدرات بحوزة 10 كيلو من الكريستال في البصرة. خبرنا بعد العراق يحتل المرتبة الأولى بين دول العالم بحجم الاستيراد من لبنان خلال السنوات العشرة الماضية. شوفوا هذا عليكم الله، مرشح المعارضة التركية يتعهد بترحيل جميع اللاجئين إذا فاز بالرئاسة. هذا كمال اللي احنا ما راضين على أردوغان، عم خلينا على أردوغان. خبرنا بعد دبي تستعد لبناء برج متحرك، فكل يوم يتغير مكان شقتك ويكون على واجهة ثانية، وأصغر شقة بسعر 4 مليون دولار. عليكم الله. شوفوا تعليق محمد هنيدي، الفنان محمد هنيدي، على هذا المنشور: المبلغ موجود عادي والحمد لله، بس أنا مش فاضي كل يوم أدور على مكان القبلة إلا صلاتي ما أخليها. أحد أخطر المطلوبين المدعو حسن، وذلك لقيامه بأعمال إرهابية عديدة بحق المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، منها تنفيذ عمليات خطف واغتيال وزرع العبوات الناسفة، وهو من أفراد عصابة المتهم الموقوف أحمد. خبرنا بعد كربلاء، شرطة النجدة تعثر على مخلفات حربية وتنفذ عدد من المهام الأمنية. تاج لأحد زملائها من أيام الجامعة، كتبوا لي بالتعليقات تستحق الطلاق أو لا. دراسة أمريكية: أكثر من نصف البحيرات وخزانات المياه الكبيرة في العالم قد تتقلص حجمها بسبب الجفاف. يا أبو يا رب سترك. إلقاء القبض على امرأة في الأرجنتين قيدت خطيبها بالسلاسل وسجنته لمدة 3 أيام داخل قبو في منزلها خشية أن يذهب مع امرأة ثانية. نعلى على بليسج. مقيدة خطيبها ومخليته بالقبو حتى خاف يروح المرة الثانية. خبرنا بعد غرق طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة باجوان على طريق الدبس في محافظة كركوك. خبرنا بعد شاب واسطي من قضاء النعمانية يعثر على حقيبة بداخلها مهر لعروسة ذهبت للتسوق لزفافها وجهاز موبايل. تمكن من الشاب من إعادة الحقيبة لصاحبتها بعد أن اتصلت به بعد ساعات قليلة. خبرنا بعد وفاة رجل مسن بعمر 111 عام بعد أن دهست سيارة مسرعة في محافظة السليمانية، عمره 111 سنة. خبرنا بعد دراسة حديثة تؤكد شكل الأنف الكبير موروث من إنسان القديم اللي هو نياندرتال عبر الجينات. يا جماعة تاج لخشمة شبير.